عندك امتحانات ومش عارف تذاكر، جيت للمكان الصح. الفيديو ده مش عايزينه يكون زي اي فيديو تاني تتفرج عليه وبعدين تحول على فيديو كمان وفي الاخر ما تذاكرش. الهدف بتاع الفيديو ده ان في الاخر فعلا تقوم تذاكر. اول حاجه انا عايزك فعلا تسمعني، يعني ما تسمعنيش وانت عامل كده او كده، لا انا عايزك تقعد على اللي بيتقال عليها وفعلا تسمعني. تاني حاجه انا عايزك تجيب ورقه وقلم، حاجه تكتب فيها. انت لسه قاعد ليه؟ روح جيب ورقه وقلم، مستنيك. تالت حاجة احنا محتاجين نفهم انت ليه ما تذاكرش، وده موضوع معقد وفي ناس كتير قوي في الدنيا وكل واحد ممكن يكون ليه سبب مختلف، فعشان خاطر يساعدني علشان اعرف اساعدك. السبب غالبا حاجة من الاتنين، يا الا سبب خارجي يا الا سبب داخلي. سبب خارجي زي الانترنت، الفيسبوك، زي اليوتيوب، الحاجات اللي انت عمال بتضيع فيها وقتك وبتشتتك. فممكن نتفق على اتفاق انك تقفل كل الحاجات دي دلوقتي، اقفل كل الحاجات دي ما عدا الفيديو ده وبعدين نبقى اقفله لما نخلص. يلا انا مستنيك، روح اقفل الحاجات دي وتعالى. السبب الداخلي غالبا بيكون شعور، وعشان كده انا طلبت منك ان انت تجيب ورقه وقلم علشان تكتب ايه الشعور اللي بيخليك مش عارف تذاكر. هل انت متضايق، متعصب، زعلان؟ اكتب الشعور ده. يلا انا هديك دقيقه تكتب فيها الشعور، وقف الفيديو واكتب. طيب بافتراض ان انت فعلا كان معاك ورقه وقلم وان انت كتبت ايه الشعور اللي بيخليك مش عارف تذاكر، انا عايزك تكتب حاجه تانية. ايه سبب الشعور ده؟ فكر كده، ايه الحاجه اللي مخلياك عندك الشعور اللي مخليك مش عارف تذاكر؟ غالبا مخك عمال يقولك اسباب واعذار مخليه عندك الشعور ده، وعشان كده انا قررت ان انا هعمل فقره من الرد على جميع الاعذار في دقيقه. لو عندك عذر تاني انا ما ردتش عليه يبقى اكتبه في تعليق، روح ذاكر واوعدك اول ما اشوفه انا هرد عليه. المنهج مش مفهوم، انت حاولت ان انت تفهمه؟ حاولت قد ايه؟ في حد في الفصل عندك فاهمه؟ في حد في المحاضره عندك فاهمه؟ في حد في العالم فاهمه؟ لو في حد في العالم فاهمه يبقى انت تقدر تفهمه وانت ممكن تفهمه، فحاول اكتر، ابذل مجهود اكبر وهتفهم. اصل كل حاجه مبنيه على الحفظ. انا مش هتناقش معاك في الموضوع ده لانه ممكن يكون فعلا حقيقي، في حاجات كتير قوي في التعليم بتاعنا ده مبنيه على الحفظ، بس انا مش فارقه معايا انت تتعلم ايه على قد ما فارقه معايا المجهود اللي انت تبذله وان انت تتعلم. مهارة ان انت تشتغل تحت ضغط في حاجة انت مش بتحبها، كل دي مهارات مهمة قوي انت محتاجها في المستقبل. انت في المستقبل سواء كان هتتعلم حاجة انت بتحبها، حاجة ليها علاقة بالفهم، او هتشتغل، اكيد هتحط في مراحل ضغط وهتحط في وقت انت محتاج فيه تشتغل في حاجة انت مش بتحبها، فاشتغل علشان تنمي المهارة دي، مش علشان المنهج مبني على الحفظ ولا مش مبني على الحفظ. وممكن بذكاء ان انت تخلي المنهج اللي مبني على الحفظ ده انت تفهمه. لو انت سمعت اللي انا قلته وطبقته، فانت دلوقتي معاك ورقه مكتوب عليها الشعور اللي انت حاسه ومخليك مش عارف تذاكر، السبب الشعور ده، وممكن كمان رد شويه على السبب ده. يلا عشان هنبدا، اشحن طاقتك معايا كده، خد نفس، غمض عينيك، غمض عينيك. عايزك تتخيل معايا انك فعلا بتذاكر. تخيل انك بتذاكر، انك قاعد على المكتب بتاعك، انك بتخلص الشغل اللي وراك. تخيل الشعور بتاعك بعد ما انت خلصت المذاكره دي، حاسس بايه؟ حاسس براحه، ضميرك مرتاح، حاسس بفخر بنفسك ان انت عرفت ان انت تشتغل تحت ضغط. دلوقتي زي ما انا وعدتكم ان احنا هنشتغل سوا في اخر الفيديو، انا كمان ورايا مذاكره هنقعد نذاكر سوا. جيب كل حاجه انت محتاجها ان انت تذاكر دلوقتي، طفي كل الحاجات اللي بتشتتك، ويلا عشان هنبدا نذاكر سوا. احنا نقدر. جاهز؟ يلا. احنا هنقعد نشتغل 25 دقيقه سوا وبعدين هناخد بريك 5 دقايق وبعدين هنشتغل 25 دقيقه كمان. علشان الفيديو ما يبقاش طويل انا هحط الفيديو ده لوحده هنا، وتقدر تضغط عليه او تضغطي عليه ونذاكر سوا. يلا بينا.